أوكي، بسم الله، السلام عليكم، إزيكم؟ ده هيبقى تاني درس لينا في دروس بايثون أو في الseries بتاع بايثون. في الدرس ده هنتعلم عن الvariables والdata types المختلفة، وإزاي نقدر نستخدم الdata types والvariables دي في إن إحنا نعمل برنامج تاني لينا في بايثون بعد أول برنامج عملناه في الsession اللي فاتت. ما تنسوش المرة اللي فاتت عملنا أول برنامج لينا، لو ما شُفتش الفيديو اللي فات وهتتفرج عليه هيدّيك الأول المقدمة، إن أنت تقدر تكمّل الفيديو ده، ويالّا بينا نتعلّم عن الvariables في درس data array. اوكي ماشي، يلا نكمل. فهيبقى عندنا الاول ان احنا طبعا زي المره اللي فاتت هنكريت الفايل بتاعنا. هنسميه مثلا، احنا هنعمل هنا بيزك كالكوليتر عادي خالص، هنسميه calc.py اللي هي الاكستنشن بتاعتنا. كده احنا عملنا الفايل بتاعنا، الفولدر بتاعنا. وبعدين الاول هنفهم يعني ايه فاريبل. الفاريبل هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن زي ان هو كونتينر او بوكس نقدر ان احنا نسيف فيه فاليو معينه. فمثلا هيبقى عندنا بوكس معين او صندوق. الصندوق ده هيبقى مثلا هنحط جواه كوره، فانا هدي صندوق ده اسم، اسميه مثلا مخزن. حلو. وعشان اوصل جوه المخزن ده اللي هو الكوره، محتاج ان انا اكولت في بايثون. هنفهم ازاي في الكود. فاول حاجه ان انا طبعا هكريت الفاريبل بتاعي اللي هو اسمه مثلا في الحاله دي اكس ده هو اسم الفاريبل اللي انا هعمله اكس. بعد كده هستخدم حاجه اسمها الاساينمنت اوبريتور اللي هو هنا بيستخدم الايكوال ساين. حلو. الاساينمنت اوبريتور ده بيأساين فاليو معينه، بيحطها جوه اكس. حلو. فانا هديله مثلا 5 اللي هي في الحاله دي داتا تايب بتاع انتجر، ف5 بقت سيفد جوه اكس. ماشي. فانا كده عشان ابرنت مثلا، اعمل برنت وعايز ابرنت بقى اللي جوه اكس، هروح كاتب الفاريبل النيم بتاع اكس اللي هو اسم الفاريبل اللي هو معمول فيه سيف اللي في 5. فلما اعمل برنت اكس وران الفايل بتاعي من هنا، حلو، هيعمل ايه؟ هاي برنت ليا 5 الفاليو اللي جوه الاكس. الفاليو اللي جوه دي انا ممكن اغيرها بمزاج عادي. ممكن اعمل مثلا هتبقى مثلا بدل الخمسة احط مثلا هلو. في لغة برمجة بايثون هلو كسترينج يعني. في لغة بايثون احنا عادي ممكن نسيف انواع مختلفة من الداتا جوه اكس او جوه فاريبل. في اللغات التانية اللي هي مثلا زي سي بلس بلس، انت بتبقى لازم تعمل تاساين داتا تايب للفاريبل نيم ده. فمثلا بتحط مثلا قبلها انت اكس، فمش هينفع ان انت مثلا تحط جواها سترينج. ولكن في حالة بايثون احنا ممكن على طول نعمل اكس ايكوال هلو، بعد كده نعمل برنت اكس، يعمل لنا هيبرنت لينا الفاليو اللي جوه الاكس اللي هي في الحاله دي اتغيرت من 5 لهلو. بعد كده بقى نخش في الاوبريشنز اللي ممكن نعملها على الفاريبلز دي او على اي حاجه جوه بايثون. احنا طبعا عندنا كذا ماثيماتيكال اوبريشنز، ارثماتيك اوبريشنز او عمليات حسابيه نقدر نعملها. هي الاديشن، الجمع والسبتراكشن الطرح، و ملتبليكيشن ان احنا نضرب رقمين في بعض، والديفيجن. فتعالوا نجرب نعمل حاجه بسيطه خالص. نعمل مثلا variable اسمه x ده هيبقى ليه رقم 6، y هيبقى ليه رقم 7. وبعدها لو انا عايز print او اظهر الجمع بتاع الرقمين دول، هروح اعمل print x plus y. هيروح طبعا تتخيل ان هو هيطلع لي ايه؟ هيجمع الفاليو اللي جوه اكس ايا كان هي ايه، والفاليو اللي جوه الواي ايا كان هي ايه، ويروح جمعهم على بعض. هيبقى عندي كده 6 زائد 7 اللي هو في الحالة دي هتبقى 13. تعالى نرن الفايل بتاعنا. زي ما انت شايف طلع لنا 13. ممكن نعمل ماينس، ممكن نعمل برضه مالتيبليكيشن طلع 42. ممكن نعمل ديفيجن هيطلع لنا فلوت فاليو. زي ما انت شايف عمل ديفيجن ل 6 على 7 طلع لنا الفاليو دي 0.85. ممكن اعمل بقى حاجه دلوقتي، ان انا ممكن اغير الفاليوز اللي جوه الفاريبلز دي. فانا ممكن بعد ما اعمل برنت للاكس والواي هنا، انا ممكن ابرنت مثلا الواي. دلوقتي الواي هنا ب7 صح. ليتس سي ان انا عايز اغير الفاليو اللي جوه الواي دي، فانا مثلا هعمل فاريبل اسمه واي، وهخلي واي ايكوال واي بلس 1. حلو. فساعتها الفاليو اللي جوه الواي هتتغير من 7 للفاليو القديمه بلس 1 اللي هي هتبقى 8. فانا لما اعمل برنت واي مره ثانيه، خلينا نعمل برنت واي زي المفروض اللي هيطلع لي الاول هيعمل بالترتيب طبعا. هيبرنت الواي الاولانيه قبل ما يتم اضافه واحد عليها، وبعد كده الواي الثانيه بعد ما اعمل اد 1. تعالوا نعمل رن، نطلع سام كده ونعمل زي ما انتم شايفين عمل برنت للسبعه والثمانيه.
تعالوا نعمل دلوقتي برنامج بسيط بيحسب مرتب شخص خلال عدد ساعات معينه مثلا في الاسبوع. مرتب شخص الاسبوعي الاول الريت اللي هو بياخده في الساعه، اللي هو مرتبه في الساعه، هنعمل له سيف مثلا بايا كان. ليتس سي مثلا واحد بياخد $20 في الساعه، ونقول مثلا ان هو اشتغل عدد ساعات معين اورز، مثلا هو اشتغل 40 ساعه في الاسبوع. فانا عايز اشوف هو هيدفع له قد ايه في الفتره اللي انا هدخلها. فساعتها هروح اعمل print hours زي ما انتم شايفين مضروبة في rate. انا بقى اقدر اغير الريت والاورز دي براحتي. حلو. انا ممكن اعمل رود واتم فايل. زي ما انت شايف ضربت 20 في 40 طلع لي 800.